السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي راحة بال من الرحمن. النهاردة جاي لكم بقى بأكلات الشتاء الحلوة الجميلة اللي بتدفي بقى في السقعة. غبنا ورجعنا بقى ايه بالوصفات الحلوة اللي هي وصفات السمينة الحلوة الجميلة، حلوة السمينة دي. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين ست الكل طبعا هي اللي بتعجن، ربنا يديها الصحة ويبارك لنا فيها يا رب. دي عجينة الفطير الابيض او الرقاق زي ما هنا في اسكندرية بيقولوا، احنا في الصعيد بنقوله فطير ابيض. هتشوفوا دلوقتي النتيجة. طبعا احنا كنا فاكرين الموبايل بيصور، بس ايه، عدت المكونات ما كانش بيصور، وكمان كان النور قاطع. بصوا بقى، ماما جابت الاول كيلو الدقيق وحطت المية. بصي المية بمقدار عينك كده، تفضلي تزودي. 2 كيلو دقيق يا جماعة، انا اتلخبطت، مش كيلو. 2 كيلو دقيق ماما حطت، فضلت تزود مية ورشة ملح بسيطة قوي، ما بتكتريش ملح. وبتحطي مية زي ما ياخد معاكي، عشان في انواع دقيق مختلفة على حسب كل واحدة والدقيق بتاعها. فانتي ايه، بعينك كده تحطي مقدار المية، حبة مية دافيين، يعني ايه، تدافين حبة كده. مش شرط برضو دافي، عادي ممكن من الحنفية، كده كده بتنزل دافية. وتفضلي تحطي لحد ما تعجن معاكي. وبعد كده تسيبيها، ما بتخمرش، دي مش من النوع اللي بتخمر، بس بتريحيها شويه عشان العجينه تبقى ايه، استك كده في ايدك وحلوه. زي ما انتوا شايفين ماما هي قرصت، قرصت يعني ايه، يعني عملتهم كور يا جماعه، او قطعت. قطعتهم كور وقسمت، وحطت الصينيه اهي جنبيها وهتشتغل. وادي لولي ومكة عاملين يقولوا لكم اعملوا لايك لايك لايك. وادي ماما هي هتبدأ تفرد. اي صينية عندك، طبلية، اللي عندك اشتغلي عليه. بتبدأي كده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك كده، وبتحطي العجينة وتفضلي ترقي فيها بالعصاية. ما عندكيش نشابة، بالعصاية، وتفضلي ترقي فيها كده لحد ما تتظبط معاكي. ولازم السمك بتاعها يبقى رفيع يا جماعة، علشان ما تاخدش وقت وتشتغل معاكي بسرعة. يعني الفطيرة ما بتاخدش 3 دقايق في الفرن، اقل من 3 دقايق تاكلي احلى فطير. وكمان تقدري كمان تعملي منها فطير مشلتت، هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. ماما اتبقى منها عجينة، زودت لها السمنة وظبطت طبعا حاجة الفطير المشلتت وعملت منها. هتشوفوها في اخر الفيديو. ادي ماما بترق اهي. وطبعا دي احنا كنا بادئين الاول. بصوا، حاجة كده اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ربنا ما يحرمنا منها ابدا. يعني الحاجات دي احنا كنا بناكلها في الصعيد. هي حتى قالت ايه، مش هحرمكم من حاجة، حتى لو احنا مش في الصعيد دلوقتي برضو بتعمل لنا اللي احنا عايزينه. وادي كمان المرق على النار، هتشوفوه دلوقتي على في الحلة بيستوي. بس ماما بدأت فيه من بدري، على بال انا ما جيت وبسجل لكم الفيديو كانت هي بدأت فيه واشتغلت كمان في الفطير. المرق اشتغل معاه في البصل. هنظبط له حبة بصل، كمية بصل حلوة طبعا. تفضلي تقلبي في البصل مع حتة ليا حلوة كده وتشوحيها، عشان كده اسمها الأكلة السمينة والسمينة. عشان سمينة غالية ومكلفة بتكلفنا، وسمينة عشان الكوليسترول والدهون اللي فيها. بصوا، بعد ما الفطيرة بتطلع على طول بنغطيها بقماشة. دي القماشة دي ماما عاملاها للفطير بس، وبتغطيها لحد ما تطرى. طبعا عندنا حبة اطفال كده ايه، متشردين ما بياكلوش المرق، فماما عامله لهم رز على جنب هم بشعرية، وعامله لهم هم بطاطس بصلصة ولحمة، عشان ما بياكلوش المرق زينا. فدول للاطفال طبعا اهي. ودي صينية البطاطس، او مش صينية، هي حلة البطاطس، اسمها ايه، طبيخ. بطاطس طبيخ، مش صينية. دي بتتقطع مكعبات، وبتتحط برضو معاها اللحمة وبتتشوح وتتقلب، تاكلي حاجة كده ايه زي السكر. عندك شوية بزال ارميهم فيها. كل ده مستوي في الفرن. يعني ماما قبل ما حاطت الفطير عشان تسخن اللهم صل على سيدنا محمد، عشان تسخن الفرن، سوت فيها البطاطس كلها والرز كله استوى في الفرن. احلى اكل تاكليه في الفرن، واحلى برامات تاكليها في الفرن. هتشوفوا دلوقتي كمان هنعمل البرامات ازاي. طبعا بتمسحي كل شويه الصاجه. دي القماشه دي ماما بلاها وعاملاها مخصوص للفرن عشان نمسح بيها، علشان الفطيره تطلع بيضه كده ومورقه وحلوه. وادي برضو باقي العجينه اهو. هتشوفوا ماما وهي بتعجن، احنا حبينا نوريكم كله بالتفاصيل. ادي باقي العجين كله اهو. ما شاء الله اللهم بارك، عشان ماما بتعمل كميه بالمره، عشان ايه، بتقعد فبتبقى بالمره. حطيتهم اهي. وهتبدأ ايه، ربنا يديها الصحة يا رب، وهتفضل تشتغل فيهم لحد ما نخلص الكمية كلها.
ما تنسوش يا جماعة تدعوا لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويرفع عنهم البلاء يا رب. وأهل غزة دول ادونا درس بجد ان احنا نحمد ربنا ونشكر ربنا على اي حاجة ونستحمل. ولازم كل واحد فينا عنده ابتلاء يقول الحمد لله، ومحدش يبص في عيشة حد يا جماعة ويقول يا رب. محدش يبص في عيشة حد، ولما شفت حاجة زيادة عند حد تقول اللهم بارك، ربنا يزيده. اكيد في الجنة ربنا هيعوضنا، واللي ما خدش حاجة في الدنيا هياخدها في الآخرة بإذن الله. يا رب ربنا يرفع عنهم يا رب البلاء. وادي كده زي ما انتوا شفتوا كده المرق ماما بتقلب فيه، ودي حلة الشوربة على جنب، اخدنا منها بس حتتين كده قلبناهم مع البصلة عشان يستوي ويبقى كله ايه حلو مع اللحمة ني في ني مع البصلة كله بيستوي. ودي ماما بتوريكم البطاطس اهي بعد ما استوت. طبعا زي ما انتوا شايفين البوتاجاز مجزرة طبعا من كتر بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كذا حل عليه. وميكي ولولو قاعدين في الارض مستنيين اول فطيرة تطلع علشان ياكلوها سخنة. طبعا بنركن الحاجة على جنب عشان الأولاد، والحاجة سخنة ما تتقلبش عليهم. هتشوفوا دلوقتي بقى ايه هنعمل ايه. هتطلع دلوقتي الحاجة ايه بأحلى صينية برامات ما تاكلوهاش من عند الطلخاوي. طبعا الطلخاوي ده عندنا ايه محل مشويات مشهور وبيعمل طواجن وبرامات تحفة. بصوا بصوا اللحمة متحمرة وتحفة ازاي. ماما طبعا بعد ما استوى المرق الصعيدي اللي متظبط كده بالبصل والثوم والطماطم بتحطها كلها بقى في البرامات الصغيرة مع اللية مع اللحمة، وبتروح جايه مدخلاها من الفرن ياخدوا وش، وتشد البصلة من فوق وتحمر وتطلعها. بس طبعا البرامات دي قبل ما ندخلها بنكون مسخنين الفرن حلو. وده احلى طبق قدوسية برضو محطينه جنبه. وادي الفطير الابيض طلع زي الفل. بابا بيحب ياكل القدوسية جنبيها. كل واحد وليه عوايده، اكتبوا لنا بقى في الكومنتات كل واحد بيحب ياكلها ازاي، لان في ناس في الصعيد بتاكلها برضو ايه بكذا طريقة مختلفة، مش كله بياكلوا زي بعضه يا جماعة. كله فضل ونعمة من ربنا، اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك لكل واحد لقمته. وما تنسوش تصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وخلي ذكر النبي على طول وذكر ربنا على طول في بقكم يهون عليكم اي حاجة. واللهم بارك. وادعوا لجدي وستي ربنا يرحمهم يا رب برحمته. وما تنسوش تصلوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتدعوا لنا دعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يريح بالكم يا رب. والختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.